هحكي لكم قصه كده ايه مفتعله شويه. يعني كنت فاتح مصنع كيماويات، وكان في بتاع يعني 16,000 عامل مثلا، وكان الناس دي شغاله كويس طول الشهر الصراحه، وكانوا عاملين شغل حلو قوي. وقمت ايه بقى، قررت اجمعهم كلهم واقول لهم ان في حلول الساعه 12 بالليل هصرف لكل واحد 60,000 جنيه مكافأة. الناس فرحت وهيصت ومش عارف ايه والحلاوه بلالا ايه اللي بلالا، وكله كان مهيص وبتاع. المهم ان جيت على الساعه 11 كده بالليل، لقيت 90% من العمال دخلوا سرقوا كل الفلوس اللي في الشركه كلها بطاطس. ليه كده؟ صراحه زنت جدا. يعني كان شيء محزن ومؤسف، شيء تشتحل له الابدان. المهم رجعت البيت، فلقيت مراتي وابني قاعدين مبسوطين ومريحين وكده، فقلت يعني بلاش انكد عليهم من اللي حصل في الشغل، وقلت اعمل نفسي مبسوط كمان، هو مش ذنبهم يعني. وكان ساعتها صادف يوم خميس، فقلت ايه ما افسحهم بالمره. قلت لهم يا جماعه النهارده انا هفسحكم بقى. الواد وامه فرحوا جدا، ده اللي بتاعه كله دخل يلبس وكده. قمت انا داخل اغسل وشي كده عشان برضو المنظر ما يبانش يعني لا خد بالك. طلعت لقيت الواد ابن الكلب سارق المحفظه باللي فيها وهرب بره البيت، ومراتي سايبه لي رساله بتقول لي انا مسافره وما تسالش عني تاني. ليه كده؟ بطاطس ما حدش بطاطس. فقعدت اسال نفسي ليه كده؟ يعني ليه الناس بتعمل كده؟ يوم ما قررت كلهم اكافئهم واصرف لده مكافاه وافسح دول كله كده، هل هذا جزاء بطاطس؟ ولله المثل الاعلى. انا صراحه بحزن، يشوبني الحزن الحزين الدفين لما تلاقي ناس محترمه كده وبنت ناس وولاد حلال كده، وناس برضو مش محترمه ومش بنت ناس ومش ولد حلال كده، بس يعني كويسين، لا بيشرب سجاير ولا بيعمل حاجه غلط، او بيشرب سجاير وبيعمل حاجه غلط برضو، يبقى قاعد صايم 30 يوم ومانع نفسه عن حاجات غلط كتير، ويجي يوم العيد ونفجر بقى، تعالى نفجر نحشش. شيء يحز في النفس. يعني صايم 30 يوم وبتاع محترم صلي، وطبعا 28 رمضان ده، و29 بقى بتاع ايه والحاجات والصلاه وقيام ليل وتهجد وتراويح مش عارف ايه وكده، ويجي يوم العيد ويحشش. يا عمي العيد طبعا ايه يعني انت قاعد طول 30 يوم بتعمل حاجه كويسه جدا وتبرع على ده بالخير ومش عارف ايه، صهيبه خفت والناس بقت كويسه وكله حلو، يجي في اخر يوم والناس والله شاب محترم كده ونضيف كل حاجه، يقول لك ايه انا ما بشربش غير في العيد. يا سلام يا فرحتي، يعني دي حاجه. طب ليه كده؟ ليه؟ يعني عامل زي ما تعمل ايه قاعد بتبني في برج خليفه وجيت في اخر مرحله البرج تقوم هده. ليه؟ خلاص البرج يعني عملت برج طويل. او مثلا تيجي ساعه الامتحان وخلاص كتبت ورقه مثلا وحليت 30 سؤال، وجاي تسلم الورقه للراجل تقوم مكرمشها خلاص امتحانات. يعني تعب 30 يوم وبتاع. الرسول برضو الناس كلها تلبس لبس جديد، تلبس مش عارف ايه كده عشان الناس تفرح. يا عم انا بفرح اهو، انا يعني عشان ده حاجه حلوه يعني. فتخيل ربنا يامرك انك تفرح تقوم انت تعصيم مخصوص. لا وتعصيم بعد ايه؟ بعد 30 يوم من الصيام والطاعه وليله القدر وخير الايام وشهر ومش عارف ايه، يجي في اخر يوم بقى بيعمل معصيه مخصوص. يعني الناس بتغضب ربنا بالجمله. الناس كده بينزلوا كلهم يتفقوا هنجيب الاستفايه منين مش عارف ايه بتاع دي نشرب بقى عيد بقى. المشكله ان الموضوع بقى عادي، ده عيد ايه ده مش ايه، خلاص بقى فكك في بالك. مش مستاهل تهدم ال 30 يوم اللي انت صدتهم. اول تعب وعانيت وكانت الدنيا حر وكانت نيله بنيله، الواحد قاعد هو طول ما قاعد عمال يشر، في الاخر التعب ده كله يروح في مجرد ان احنا عايزين نفرح بقى ويصلي العيد وهو سكران طينه وحالته حاله. طب ليه؟ طيب ليه كده بقى؟ يعني مش طب بالك مش مستاهل والله مستاهل. يعني ان انت كنت انت زباله ومش نافع فيك حاجه، ما كانش مثلا ربنا خلى سبب انك تشوف الجملتين دول دلوقتي. فدي رساله الهيه ان انت كويس، وان انا ربنا عايزك كويس، فبعت لك حاجه زي دي تقول لك ان انت من جواك كويس وبتاع. مش مستاهل، كانك بوظت كل حاجه حلوه عملتها في يوم كده عشان مجرد الفرحه. طيب جايه فيهم لزق افكر بقى يوم خمر وغدا سحلب. يا ربنا خليك تشوف فيديو عشان بيوجه لك رساله انه حرام اللي انت تعبته 30 يوم تضيعه كله في يوم واحد، وكمان ربنا امرك فيه مخصوص بفرحه. او جايز انت برضو انت مثلا ما بتحشش، سليك صحابك اللي بيحششوا ساعه العيد لازم كله بيقعد يتفق قبلها ب6 ايام وان احنا هنحشش منين وبتاع. لو منعت واحد حتى ان هو يعمل حاجه غلط او يبوظ كل اللي هو عمله في ال 30 يوم، جايز يعني ربنا يكتب لك ثوابك عليه. مثلا لو واحد صاحبك فكس فالتاني يقول لك انت مش هتضرب معانا ولا ايه؟ لا يا عم انا بقيت محترم. يقول له طب يا اخي
انا كمان ابقى زباله لوحدي، لازم ابقى محترم انا كمان. دي حاجه حلوه مثلا لو انت اثرت في اللي حواليك، حاجه كويس. طب نعمل ايه؟ نهبب ايه؟ نعمل اي حاجه. خد نروح على العائلات، اضرب ايس كريم بالفخفخينه والبلح، دايما بيبقى في بلح هناك كويس. اي حاجه بعيده عن الشغل، زاروا تفضلوا قاعدين في الشارع لغايه الصبح، بيبسي وبتاع وصواريخ من اللي عارفيننا بيها طول النهار. ازور خالتك عمتك، لم عيديه من هنا بتاع كده فلوس، ما تروح تجيب بحش برضه، انت معفن قوي يعني. فاخد بالك، وانت لو عايز يعني. بس لو حبيت برضو تسبسكرايب، دي حاجة مش وحشة خالص. يعني انت ممكن تعمل سبسكرايب او تعمل تشترك في القناة. لا سبسكرايب برضو دي حاجة يعني شيء فظيع. بس خد بالك، فانت لو عملت سبسكرايب دي ممكن تبقى حاجة حلوة. يلا كسون طيبين بقى، والعيد فاهم بتاعت المسجات الموبايل دي اللي هي اسال الله عليك ان يكرم عليك وينعم عليك حبيب والديك مش عارف ايه بالليل وكده. خد بالك، يلا كسون طيبين، صباح الخير. على